احنا المصنع متقسم كذا خط انتاج. حلو. عندنا الخط بتاع الخشب الطبيعي والخط بتاع المسطحات اللي في منها جزء طبيعي وجزء مصنع. لو جينا بصينا هنا هنلاقي الرو ماتيريال، الماده الخام بتاعه الخشب ده كده اسمه خشب غشيم. وده نوع ايه ده؟ خشب أرو. اللوح بيحتاج يتمسح من الاربع نواحي حلو. عشان يبقى قابل ان انا اصنع عليه وادهنه. حلو، اللي هو بيبقى زي كده تقريبا. هنا هو خشب غشيم. طيب الطريقه البدائيه ان انا باخد الخشب بمسحه كل جنب لوحده، وبعدها بشكله على حاجه اسمها الفريزه الحليه، ايا كان كل مصنع بيسمي بالطريقه بتاعته. حلو. كل المكن التراديشنال اللي بيمسح الخشب، سواء مكنه الرابون، البلينر، مكنه الفاره مكنه كل الحاجات دي كلها مركزه في الخط اللي حضرتك شايفه ده. بتطلع من الناحيه الثانيه خلاص، يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجه، حل جاهز ممسوح من كل النواحي ومتفرد، وانت بتديله الرسمه مثلا او الابعاد او كده وتدخل اللوح يطلع من الناحيه الثانيه جاهز بالظبط. هنا بحط شيل من الخشب الزيادات، يطلع ده بقى صح، بيطلع ده بالظبط. يعني انت عشان كنت تعمل ده كنت محتاج تعمل دي بالفاره لحد ما توصل لها، وبعدين تعمل دي، وبعدين ودي لوحدها ودي لوحدها ما شاء الله. فدي بتطلع لك مره واحده. احنا خلاص كده فاضل ان احنا نعمل حاجه اسمها تفتيح الاكسسوارات. طبعا. ونعمل حاجه اسمها النقر واللسان. ودول بمكن برضو ولا كل حاجه عندنا بمكن؟ مفيش كل حاجه المصنع عندنا فولي اوتوميتد. ممكن اعمل ال100 باب مثلا في يومين. انا هنا القايم الواحد ياخد معايا 12 ثانيه. ما شاء الله. انت تعمل 100 باب دلوقتي؟ ما شاء الله. ده الباب قبل القشر. هو ده. لكن الطريقه بتاعته مختلفه، ان هو من جوه خشب ارخص شويه من الخشب القرو. نوع ايه مثلا؟ اسمه خشب سويدي او موسكي. هنا بياخد حاجه اسمها قشاط او ليبنج، ان انا بعمل زي اطار خارجي، عشان هو ده اللي بيركب فيه المفصلات، بيركب فيه الكالون، فبيستخدم من اعلى انواع الاخشاب برضو في الحاله دي اللي هو الخشب القرو. من ضمن الطرق الجديده في التكنولوجي ان انا اجيب خشب اقل والزقه قشره بحيث ان هو يديني في الاخر نفس الشكل بالظبط. حلو قوي. غير بقى ضلفه الباب اللي احنا شفناها، كمان الجزء بتاع الحلق بس بطريقه ما تعرفش تعملها يدوي. هو حلو قوي. انا بس عايز برضه يبقى الناس تبقى مشتركه معانا في الفكره دي، ان انت القشره دي انت كان سهل قوي ان انت تلزقها على حاجه مسطحه بالظبط، فبتبقى سهله وبتلزقها. فانت قدرت ان المكنه دي بتعمل ان هي بتلزق على شكل الحلق اللي هو مجسد 3D. انا ممكن اكسر دي. انا بس حاول تشكلها. يعني انت لما تيجي تشكلها مثلا، عايز تعملها مربع ولا حاجه، هتتشقق معاك متكسره. اهي هتلاقيها اتكسرت كده. فهنا المكنه دي بتعمل كده. فممكن تقول لنا بقى ازاي؟ عارف بقى المكنه دي بتعمل ايه؟ يعني بص، هو بتمشي معاه بالتدريج. بص الخشب الموسكي بينزل من هنا والقشره بتيجي من هنا من فوقيه. شايف البكر ده؟ عامل تدرج في الكيرف بتاعه. بيلف القشره واحده واحده. ودي التكنولوجي دي اسمها سوفت فورمينج. حلو قوي. فالتكنولوجي ده هو اللي بيضمن ان القشره تتلزق بشكل ثلاثي الابعاد من غير ما تتكسر، وفي نفس الوقت من غير ما يبقى باين الخامه اللي تحتها، عشان الحفاظ على الشكل الجمالي. ايوه. الخامه اللي قدامنا دي هي تجاليد عازله للصوت. حلو. الطبقه الخارجيه بتاعت التجاليد العازله للصوت. طيب ايه اللي يخلي التجاليد تعزل الصوت؟ انها يبقى متفتح فيها اماكن عشان الصوت اللي بيتنقل على طريق هواء يدخل يخترق الخشب، لانه لو خبط في الخشب هيرد تاني، هيعمل صدى صوت. صح. فبالتالي التكنولوجي عندنا هنا ازاي نخرم الخشب ونحط تحتيه بقى المواد العازله للصوت اللي هي الصوف الصخري والقطاعات المعدنيه وهكذا. طب زمان قبل المكنه دي كنا عشان نعمل حاجه زي كده تتعمل ازاي؟ كنا بنشتغل بمكنه بدائيه مش كمبيوترايز. ميزه المكنه هنا انها انا بديها رسمه اللوح وبديها اللوح مش متخرم. هي المكنه بتعيش حياتها. حلو. وبرضه هي اللي بتختار التولز المناسبه وهكذا. كنت متخيل ان احنا هنيجي في الدهان، كنت متخيل بقى ان هنلاقي كمامات وريحه في كل حته والدهان موجود، بس انا اكتشفت ان الموضوع برضو ما شاء الله حاجه مبهره. مش اي حاجه بتتنفذ براحتك عادي جدا. هو الفكره اللي عندنا في الدهانات ان احنا برضو بنشتغل كل حاجه اوتوميتد بمكن. فعندنا الميكنه هنا يعني متطوره بحيث ان هي اللي بتقوم بوظيفه البني او الاستورجي. عندنا هنا اول حاجه خط الصبغه اللي هو بيلون الباب. بعدها عندنا الخط اللي بيقفل مسام الخشب اللي هو السيلر.
وبعدها برضه مكن، كله مكن. وعندنا الميزه ان الدهانات بتاعتنا كلها بتجف في الحال، يعني لما بدي صبغه مائيه عشان الخشب يشربها. ايوه. وبعدها عندنا نظام تجفيف بالاشعه تحت الحمراء الانفراريد. وعندنا الدهانات السيلر او الورنيش دهانات بتجف بالضوء مش بالحراره. حلو. بنظام الالترا فايلوت او بالاشعه الفوق البنفسجيه. حلو. اول مكنه اللي احنا ابتدينا عندها دي بنسميها صنفره بيانو، لان هي فعلا كانها حد بيعزف على البيانو، تفضل تخلي توحد تقريبا المسام كلها. وده كمان بيخليك ما تبقاش معتمد على حرفه العامل اللي هو ممكن يبقى شويه بالظبط في يوم مزاجه رايق فيطلع لك باب حلو، مزاجه مش حلو قوي فيبقى الدهان الاداء المكنه ما شاء الله. لكن بنعتمد على العماله بس كشكل اوبريتور، كشكل ان هو يبقى مشغل لخط الانتاج، فاقدر اضاعف الانتاجيه بتاعتي. الميزه هنا ان انا لما بدي سيلر او بدي ورنيش في الباب بيطلع جاف بالحال. دهان الباب من اول الصبغه لحد السيلر مرتين، والصنفره في النص والورنيش بياخد قد ايه؟ ويبقى جاف وخلصان اسبوع. ده كان زمان، هم بيقولوا لي كده. ايوه هو كان اسبوع دهانات يا باشمهندس. احنا زمان كنا كده. الوش الواحد دلوقتي بياخد 4 دقايق. ايوه ما شاء الله. فانت الباب عامل معانا طفره كبيره. طب دي مناسبه حلوه ان انت تقول لي تقريبا حجم انتاج المصنع دي، يعني بتطلع كام باب في اليوم؟ طبعا احنا اتكلمنا في البدايه ان في ابواب بتبقى ملزوقه قشره، وابواب بتبقى من الخشب الطبيعي، وابواب مقاومه للحريق، وابواب عازله للصوت. فبالتالي ادي لحضرتك افريج 100 باب في اليوم. ممكن الافريج ده فوقات يبقى 200 و250 على حسب التشغيل، وفوقات ممكن يبقى 30 باب بس. أيوه. فالمتوسط 100 باب في اليوم. بعد ما ناخد في الحسبان الاجازات الرسميه والاعياد بيبقى الانتاجيه 20,000 باب في السنه ما شاء الله. بجانب المنتجات الثانيه زي التجاليد العازله للصوت او زي الموبيليا النوك داون فرنتشر